اهلا بيكم في فيديو اخبار جديد، والنهارده هنتكلم على امير مرتضى منصور يفكر في التعاقد مع تاكيز جونياس وعوده شيكابالا للتدريبات الجماعيه ورحيل الثنائي سامسونج اكينيولا وابراهيم انداي. اتمنى قبل ما نبدا اعمل لايك للفيديو ده ونوصل الفيديو لاكبر عدد من اللايكات. لو انت جديد عندنا في القناه اشترك في القناه وفعل الجرس على الكل. تابع معايا الفيديو للنهايه ويلا بينا نخش على تفاصيل اخبار نادي الزمالك. واول خبر معانا وظهر مدحت شلبي في برنامجه على اون تايم سبورت واتكلم على امير مرتضى منصور وان هو تواصل مع المدير الفني اليوناني تاكيز جونياس، وقال كمان ان دلوقتي تاكيز جونياس موجود في مصر وان امير تواصل معاه واتكلم معاه ان هو يمسك الفريق في المرحله المقبله كمدير فني مؤقت لنهايه الموسم، وكمان ان تاكيز جونياس ممكن ياخد مرتبه بالمصري فهيوفر كمان عملة الدولار اللي دايما الزمالك بيدفعها للمدربين الفنيين الاجانب. وقال كمان ان هم هيجربوه يشوفوا شكل الفريق معاه عامل ازاي لحد نهاية الموسم. لو شافوا ان الفريق بيتحسن وبيقدم مستويات مميزة جدا ممكن كمان ان هم يخليه يكمل خلال الفترة المقبلة. ودي كلها افكار امير بالنسبة للمدير الفني الاجنبي. عامة انا قلت رأيي اكتر من مرة، المدير الفني المصري هو انسب واحد للفتره القادمه، وفي نفس الوقت برضه عارف اللعيبه بتاعه الزمالك. واتمنى بصراحه ان هم يخلصوا موضوع المدير الفني ده بسرعه، لان انت هتخش مباراه البنك الاهلي كده من الواضح باحمد عبد المقصود وحسين ياسر المحمدي. برضه قولوا رايكم تحت في الكومنتات، حابين ان تاكيز جونياس يجرب ان هو يكون مدير فني الزمالك خلال الفتره المقبله، ولا حابين مدير فني مصري هو اللي يكون موجود خلال المرحلة اللي جاية. الخبر اللي بعد كده وعودة النجم الكبير شيكابالا للتدريبات الجماعية بعد تعافيه طبعا من المرض اللي هو كان عنده، وفي نفس الوقت برضه ممكن يكون موجود في ماتش مباراة البنك الأهلي، وهتبقى طبعا حاجة كويسة جدا كابتن الفريق يكون موجود، وفي نفس الوقت برضه ممكن يشارك حتى كبديل في الشوط الثاني، لأن احنا عارفين طبعا ان برضه هيكون في نقص شويه في اللعيبه، لان في لعيبه في المنتخب الاولمبي وفي لعيبه في المنتخب الاول، واكيد شيكابالا هيكون له دور في مباراه في البنك الاهلي. الخبر اللي بعد كده ورحيل الثنائي الاجنبي اللي انا شايف ان احنا ما استفدناش منهم باي حاجه، وهو سامسونج اكينيولا وابراهيم انداي. عامه الصفقتين دول تحديدا انا شايف ان هم مش قد تيشيرت نادي الزمالك او تيشيرت نادي الزمالك كبير عليهم، ومش ده الكواليتي اللي يليق فعلا بنادي الزمالك. وهتلاقي الزمالك خلال الفتره اللي جايه هيسوق للثنائي ان هم يمشوا في الموسم المقبل في الصيف، حتى لو هيمشوا حتى على موسم الاعاره، ولكن احنا المفروض نجيب ثنائي على الاقل يكون زي مثلا فرجاني ساسي او اشرف بن شرقي مثلا. شايفين الكواليتي كان عامل ازاي، بينزلوا يعملوا يصنعوا الفرق بجد، وقد ايه هم على قد التيشيرت، وفعلا احنا مفتقدينهم دلوقتي. ولكن نتمنى في الصيف القادم ان احنا نتعاقد مع ثنائي اقوى منهم. وعامه بصراحه انا شايف يعني خساره ان احنا ندفع في لعيبه زي دي فلوس، فاتوقع ان هم هيمشوا على الصيف المقبل. الخبر اللي بعد كده برضو بالنسبه للثنائي سيف فاروق جعفر ويوسف اسامه نبيه، عايز اقول لكم ان امير مرتضى منصور هيجدد لهم خلال الفتره اللي جايه، وعدهم كمان ان هم لو خلوا الزمالك يشارك في افريقيا السنه الجايه وحصلوا على المركز الثاني هيكون ليهم مفاجاه بالنسبه للاداره. ودي حاجه كويسه جدا ان امير بيعملها مع اللعيبه الصغيره دي. اتمنى طبعا ان احنا نحافظ عليهم وان هم يتجدد لهم، لان دول مستقبل الزمالك. وانا شايف كمان ان هم بيقدموا طبعا مستوى كويس جدا، خصوصا سيف اللي هو كان نجم طبعا مباراه الترجي التونسي وعنده روح وبيلعب بقلب، وفعلا مش هيحس بيك غير اللي منك زي ناشئين نادي الزمالك. ونتمنى ان هم يستمروا خلال الفتره المقبله. اتمنى فيديو النهارده يكون نال اعجابكم، وتقولي لي توقعوا مين اللي يكون مدير فني خلال الساعات اللي جايه. انا اتمنى يكون خالد جلال يا مؤمن سليمان، ما اتمناش مدير فني اجنبي في الفتره دي، لان المدير الفني الاجنبي لسه هيتعرف على الفريق ولسه بقى هياخد يجرب فينا براحته، ولكن ده اللي هنشوفه خلال الساعات اللي جايه. وكده انتهى الفيديو بتاع النهارده. ما تنساش يا صاحبي تعمل لايك للفيديو واشترك معانا في القناه. سلام.
أخبار نارية عن نادي الزمالك. أحمد السيد زيزو فكر في الرحيل عن نادي الزمالك، وخالد جلال خلال الساعات اللي جاية يكون المدير الفني القادم لنادي الزمالك. والزمالك بيفوز بقضية مصطفى فتحي، هنتكلم عنها بالتفصيل. من قبل ما نبدأ اعمل لايك للفيديو ده ونوصل الفيديو لأكبر عدد من اللايكات. لو انت جديد في القناة اشترك في القناة وفعل الجرس على الكل، ويلا بينا نخش على تفاصيل واخبار نادي الزمالك. وهنبدأ بأول خبر معانا، والزمالك بيعود مرة تانية للتدريبات بعد رحيل فيريرا وأسامة نبيه عن الجهاز الفني، واللي بيقود التدريبات دلوقتي أحمد عبد المقصود وحسين ياسر المحمدي. وعايز اقول لكم كمان ان هما ممكن يكونوا متواجدين حسين ياسر المحمدي واحمد عبد المقصود في الجهاز الفني الجديد لنادي الزمالك، وكمان هما بيستعدوا لمباراة البنك الاهلي اللي هتقام في كاس الرابطة. الخبر التاني بعد كده خبر مهم جدا بالنسبة لأحمد السيد زيزو اللاعب المتميز جدا، وحاليا أحمد السيد زيزو بيفكر في الرحيل عن نادي الزمالك في الصيف القادم. طبعا زيزو كان مقدم مستويات متميزة جدا وكان أداؤه عالي جدا خلال الدوري اللي فات، ولكن مستواه نزل من ساعة لما بدأنا الدوري ده. شفنا حتى مش مركز وبيضيع ضربات جزاء وكل الكلام ده، ولكن برضه هو الفريق حتى بتاع نادي الزمالك دلوقتي والقماشة مش مشجعاه. حتى لو تفتكروا احمد السيد زيزو الفترة اللي فاتت كان معاه امام عاشور وكان معاه اشرف بن شرقي، ودلوقتي انا شايف ان هو وحيد في الملعب، واللعيبة حتى مفيش اي روح عندها خالص، ولا حتى مشجعين ان هو يقدم مستوى افضل من كده. حتى حماس زيزو باين ان هو قل شوية في الملعب وحاسس ان هو بيتحرك لوحده، ودايما اي فرقة بتمسك احمد السيد زيزو فدلوقتي ممكن يجي له عرض طبعا من الخليج او يجي له عرض اوروبي او يطلع اعاره، فكل الكلام ده وارد خلال الصيف القادم. وانا شايف بصراحه ان احمد سيد زيزو عامل معانا بصراحه كذا سنه متميزه جدا وكان دايما مستواه ثابت، ولكن دلوقتي الزمالك حرفيا واقع بدنيا، وحتى الفريق مفيش اي روح ولا حماس حتى عند اللعيبه انها تقدم مستوى افضل من كده. والخبر التاني بعد كده، ورئيس الزمالك المؤقت سليمان وهدان قال تصريح غريب جدا وما يطلعش من رئيس نادي اصلا، وقال بعد كده ان الزمالك بعيد عن منافسه الدوري وحاليا ممكن ينافس على كاس الرابطه. ده مش تصريح يطلع من رئيس نادي اصلا، ومعرفش ازاي اصلا الناس ما ردتش عليه الجمهور والكلام ده كله، ولكن ده تصريح سخيف جدا. المفروض حتى ما تحبطش اللعيبه، لان احنا لسه مكملين في منافسه الدوري. حتى لو احنا مش هناخد الدوري لازم تدي اللعيبه دفعه ان هي تاخد اقل مركز تاني علشان نعرف نروح السنه الجايه افريقيا، وده المطلوب وده اللعيبه المفروض تركز عليه خلال الفتره اللي جايه. ولكن نعمل ايه بقى، لك الله يا زمالك. واكد بعد كده رئيس الزمالك سليمان وهدان ان هيكون في مدير فني ابناء نادي الزمالك وهيكون وطني والمرشح بقوه، وهو خالد جلال اللي هو كان ماسك البنك الاهلي ومسك الزمالك وحقق معاه نتائج كويسه جدا واخد معاه كاس مصر. وانا شايف بصراحه ان هو الانسب والافضل في الوقت الحالي. في كلام على الكابتن مؤمن سليمان وفي كلام على الكابتن طارق مصطفى، ولكن كل الكلام ده انا شايف ان هو يكون بعيد. الاقرب دلوقتي واللي ممكن يعلنوا عنه خلال الساعات اللي جايه وهو الكابتن خالد جلال، وممكن يكون معاه كمان زي ما قلت لكم في بدايه الفيديو كابتن حسين ياسر المحمدي والكابتن احمد عبد المقصود هيكونوا في جهازه الفني، وده اللي هيتم الاعلان عنه خلال الساعات اللي جايه. على فكره كل المواقع والصحف بتاكد الكلام ده، وان شاء الله يمسك نادي الزمالك ويخلي سلسله انتصارات ترجع مره تانية والروح ترجع للعيبه. والخبر اللي بعد كده، والفيفا بيلزم نادي التعاون في دفع 400,000 دولار لنادي الزمالك، وكمان عليهم فوائد 10%، ودي حاجه كويسه جدا. واخيرا فزنا بقضيه في الفيفا، وكل عشان مصطفى فتحي راح التعاون واللاعب راح هناك والزمالك ما خدش اي جنيه من الصفقة، وهم كمان اتأخروا في دفع الفلوس، وفي الاخر الزمالك رفع قضية وفاز بالقضية، ودي حاجة كويسة جدا ان احنا بنفوز بالقضايا دي اخيرا. دايما كنا احنا اللي بنخسر القضايا بترفع عن قضايا بس، لكن المرة دي احنا اللي فزنا بالقضية،
وهم مطالبين دلوقتي ان هم يسددوا 400,000 دولار، وكل لما يتأخروا الفايدة هتزيد 10%، ودي حاجة كويسة جدا. احنا طبعا محتاجين فلوس خلال الفترة اللي جاية علشان ندي مستحقات للعيبة، وفي نفس الوقت برضو لو عايزين نتعاقد مع مدير فني أجنبي خلال الفترة المقبلة، فدي كلها حاجة كويسة جدا. وعلى فكرة مصطفى فتحي ده أناني جدا، لأن احنا كنا السنة اللي فاتت محتاجينه، وهو فضل إن هو يسيب الفريق رغم إن هو كان ممكن يجدد مع نادي الزمالك واحنا اللي نستفيد بيه، ولكن دلوقتي اهو موجود في بيراميدز وبيلعب كمان. ولكن احنا الحمد لله هنرجع اقوى من الاول، وان شاء الله الزمالك يرجع للطريق الصحيح ويرجع كمان لسلسله انتصارات، وان شاء الله الزمالك يكون شكله افضل خلال الفتره المقبله. كل الدعم ان شاء الله لنادي الزمالك. متنساش تعمل لايك واشتراك لنادي الزمالك، واشوفكم على خير. يلا سلام.